في بنالتي وفي لمسه يد، وحكم اللقاء علي رضا فجاني في ثاني مبارياته الموندياليه في بطوله كاس العالم بعد ما ادار صربيا، وكان ادار 4 مباريات في كاس العالم الماضيه. بيحتسب ركله جزاء على البرتغال على اللاعب المدافع خوسيه ماريا خيمينيز اللي طبعا لمس الكوره واللي كان من خلالها الحكم بعد العوده من ركله جزاء. رونالدو مش موجود، مين اللاعب اللي ممكن يسدد؟ مين اللي هيسدد؟ برونو. خلاص برونو هو اللي هيسدد. برونو لاعب اللي هيسدد ركله الجزاء. برونو شوف لسه كويس لانه طب يعني هو يحط ايده فين؟ طبيعي لما هتنزل، لكن الحقيقه هو قفل بايده دي، قفل رجله، قفل المكان. طبيعي انه يسدد، لكن هو قفل على المجال اللي ممكن كان الكره تعدي منه، قفل على طريق الكره في اللقطه يعني اللي هنشوفها اكيد مع خبيرنا التحكيم المونديالي صاحب ال6 مباريات في المونديال واللي حكم في 98 و2002 خبيرنا التحكيم الكابتن جمال أنور. ركله جزاء في وقت